يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل رز بالخلطة، كبد والقوانص وسلطة زبادي. هنحتاج لها، أنا جايبة نص كبد وقوانص محمرة مكسرات اللي متوفرة عندكم، وهنعمل سلطة زبادي بالشبت والخيار توم، ونعمل رز بالقرفة. أنا بحب الزبادي بالشبت مع الخيار. في ناس بتحبه بالنعناع، في ما بيحطوش خالص، بيكتفوا بالخيار وتوم. بس انا بحب طعم الشبت، طعمها حلو قوي. انا عامله 2 زبادي، حط عليهم فصين توم وخياره ونص تقريبا وحته شبت وشويه ملح، وبعد كده انا مزوده لها معلقه كريمه. طبعا يا جماعه مع الرز طعمها وهم. خلاص انا كده خلصت الزبادي، هسيبها في التلاجة تسقع شوية عبال ما اخلص بقية الاكل. هي سلطة يعني كل ما كانت ساقعة بتبقى احلى جنب الاكل، جنب اي حاجة لذيذة يعني. بس دلوقتي هنعمل الرز. انا عاملة 3 كوبايات رز، كل كوباية رز عليها معلقة سكر ونص معلقة قرفة، وهحتاج لكل كوباية رز مكعب مرقة وشوية فلفل اسمر ومحمرة المكسرات المتوفرة عندكم. انا حاطة كاجو بندق وعين جمل وزبيب. الزبيب بنحمره في الاخر خالص لانه ما بيتحملش. انا هنا هحط السكر، هسيبه مش هحركه خالص في الحلة لحد ما يتكرمل. اول ما يتكرمل بحط له الزبدة، وبحط معاه القرفة قبل المية والعيدان القرفة والمرقة علشان يتحمروا شوية في الزبدة. هسيبهم شوية يتقلبوا في الزبدة، وبعد كده هعير لهم المية. انا عاملة 3 كوبايات رز، هحط لهم 3 مرقة وهحط لهم 3 مجات مية. قلب شوية الحاجة دي، القرفة والزبدة مع الماجي، وبعد كده لما قلبتهم شوية زودت المية، حطيت فلفل أسمر. لما غلت المية بنزل 3 كوبايات رز يغلوا شوية، وبعدين بهدي عليهم وأقلبهم. كده أنا خلصت الرز، هسيبه يغلي وأجهز للكبد والقوانص. أنا بحب القرفة زيادة، كل ما زادت في الرز أنا بحب طعمها جدا، وبحب أكرمل السكر زيادة شوية لأن بحب الرز غامق. هخلي الرز يستوي وهبتدي أعمل الكبد والقوانص. هحط الزبدة. الكبد والقوانص دي مغسولة كويس قوي ومقطعاها قطع كبيرة شوية مش صغيرة قوي. هقلبها شوية في الزبدة، حمرها شوية. حطيت لها 2 مرقة فاين فودز وشوية فلفل أسمر. هقلبها شوية، لما تتحروق شوية بحط لها المية. معليش النار قوي عليها. بس انا كده خلصت. مش عايزة اقول لكم الرز ده مع الزبادي طعمه حلو قوي، وبألف هنا وشفا. ويا رب لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ميرسي جدا على وقتكم.